اللين باللين يذكر. وربنا سبحانه وتعالى قال لنبينا الحبيب: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده لسيدنا محمد لما كان بيدعو للإسلام، وإنه يدعو للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وإنه يكون لين مع الناس. وقال له في كتابه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، احنا بنمشي في حياتنا بأدلة من القرآن، وأحيانا بنتبع بعض آيات القرآن كاسترشاد لينا وهداية لينا في حياتنا. ما بالكم في تربية أولادنا؟ نفس الكلام هيتقال لكم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لو بتتعامل بفظاظة وبشدة وبعنف وبغلظة وزعيق وشخط ونطر وإهانة وضرب وتوبيخ ولوم ونقد باستمرار، وهم صغيرين ما لا يملكوا ان هم ينفضوا من حولنا. يعني ما عندهمش الملكية دي، او يعني ما عندهمش الأحقية دي، وما عندهمش القدرة على ده. بس بنبتدي نلاقيهم لما بيوصلوا لسن المراهقة بيبتدوا يبعدوا، خلاص مش عايزيننا، ينعزلوا، يخشوا في اوضهم، خلاص مش عايزين يقعدوا معانا، مش عايزين يسمعونا. ده بيبقى آثار الأسلوب الفظ الشديد العنيف في التعامل معاهم والتربية وهم صغيرين. التربية باللين مع الحزم جميلة. محدش بيقول ما تربوش صح، محدش بيقول ما تربوش ونسيب السايب في السايب. أساليب التربية كتير، وطرق التربية الصحيحة والسليمة واللي تنشأ راجل قادر يشيل مسؤولية، وبنت قادرة تقيم نفسها وقادرة تشيل مسؤولية هي كمان. ما بيبقاش بالعنف والشدة، بيبقى باللين والأسلوب الطيب وصنع الحدود. لو عايزين تعرفوا أكتر وعايزين حلقات أكتر، ابعتولي اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. أنا إيمان يونس، وقناتي حكايات تربوية. كل يوم معاكم حكاية، ويشرفني ويسعدني ان انتوا تشتركوا في القناة، وابعتوا لينك القناة واعملوا شير للفيديو لأكتر حد انتوا حاسين انه محتاج يسمع الفيديوهات دي. صباحكم سعادة، وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم.